بسم الله توكلنا على الله. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاول نختصر فيه. غادي نتكلم شوية على الحدث الذي أثار اليوم الزوبعة من خلال وسائل الإعلام ومن خلال الإعلام، وهو محاولة السطو والهيمنة على الصحافة الرياضية المغربية فيما سمي ببطاقة الملاعب. وهذا يعني نظام آخر جديد أعتبره نظام أحادي، لأن لا يمكن أن نعتمد على جمعية واحدة هي التي تشرف على تسيير المجال أو الصحافة الرياضية. فلا بد من التعدد، لأننا لسنا في بلد ديكتاتورية، يعني فرض الجمعية الواحدة النظام الواحد، يعني هذا شيء غير معقول. نحن في القرن 21 غادي نعتمدوا على جمعية واحدة للرياضة، كيف يعقل؟ ونخليكم تابعوا هذه الفيديوهات ونرجعوا، لأنه ما حز في نفسي هناك يعني صحفيون ومراسلون قدامى ربما عمرهم يفوق العمر ديال بعض الذين يسيطرون أو يحاولون السيطرة على الإعلام الرياضي، يفوقه بكثير. ربما هم درسوهم في المعاهد الصحفية أو في المدارس، واليوم وجدوا أنفسهم يعني خارج هذا العمل الإعلامي ديالهم. إذا تابعوا هاد الصور وهاد الفيديو. يجي حنا شوف، حنا في دوله المؤسسات كل واحد يعرف الحجم الحقيقي ديالو. هذه جمعيه ولات باغا تنصب بنفسها سلطه حكوميه، سلطه قضائيه. ما يمكنش من تكون هذه الجمعيه حتى تمنح لنفسها كل هذه الاختصاصات وكل هذه السلطات. ومن منح هذه الاختصاصات وهذه السلطات يجب ان يساءل ويجب ان يحاسب. شكرا. هذا كل ما لدينا. يلا ما جيناش عندنا، حنا غادي للملعب دابا مزيان. ما كنتش جيتيو عندنا، انت اللي جيتي عندنا حبستينا. كون واضحين. لا انت هادو اللي حابسيننا ما عرفتش انا علاه. صح معنا مفوض. السلام عليكم. الكاميرا نعرفوا من الجامعه ولا من كامل ولا منين؟ شنو جاي؟ عطونا الناس اللي عندهم بطاقة ملاعب، اللي ما عندوش بطاقة متعلمة. شكون انت؟ شكون الصفه ديالك؟ دابا ما عارفينش اصلا عنو كنهضروا. المخاطر ديالنا اليوم واش هذا امر ديال رئيس المحكمه؟ هذا امر ديال رئيس المحكمه اللي كاين. مرحبا، هو سولني قال لي واش عندهم الحق يدخلوا. خصنا ندخلوا، راه خصنا ندخلوا. ولكن ما كاينش قانون. واش حبسنا الجامعه ولا نعرفوا شكون عندك شي حق؟ الصحافه. لا يعطيك شكون انت؟ شكون انت؟ ديك راه شكون اللي عطاك هذا الاختصاص؟ اللي حملك هذه المسؤوليه؟ جمعية الناشرين. ها؟ جمعية الناشرين. شوف انا مشيت شوف راه كنحترموكم. حنا جينا نأدي واحد الواجب مهني ديالنا. انا دابا كنطرحوا الاسئله بغينا نعرفوا الاجوبه. دابا اللي عطيك التعليمات شكون هي؟ جمعية الناشرين.
هي عطيك تعليمات ماشي غير فوضات ليكم دير صافا نو عندك الدولة ما واش امر ولا قران يكون السند بطاقه؟ حاشا لله حاشا لله خلينا عاوتاني دابا شكون المنظم ديال المباراة؟ الرجاء عطينا 5 من نادي الرجاء الرياضي حيت هو المنظم داروا بالك لا الرجاء ما دارش بالها دابا هو هضر يجيب لنا الناس اللي عندهم الرجاء ونشوف ما عنديش لاش نبان في السبور جابت الظروف حتى اللي لازم حتى اللي تيعزنا ماشي حنا اللي لازم ماشي عندنا واخا حنا جينا عندنا ديال واخا ديال الصحافه هي اللي عندها فوق من 50 سنه وجا واحد يلاه هو البارح وقال لك بغيت نتحكم في هذه الصحافه هذه. انا مراسل منتسب جريده العالم. هذه بطاقه عندي حتى 1994 ها هي بطاقه حتى 1994 بطاقه حتى 1994 الجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه وهذه جديده 2024. ما جيناش عندنا غادي للملعب دابا مزيان ما كنتش جيتي عندنا انت اللي جيتي عندنا تحبسينا كون واضحين لا هاد الوقفه اللي حابسيننا ما عرفتش انا عليه صح معنا مفوض ديال الصحافه هي اللي عندها فوق من 50 سنه وجا واحد يلاه هو البارح وقال لك بغيت نتحكم في هذه الصحافه هذه. انا مراسل منتسب جريده العالم. هذه بطاقه عندي حتى 1994 ها هي بطاقه حتى 1994 بطاقه حتى 1994 الجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه وهذه جديده 2024. السلام عليكم خذ كاميرا عرفوا من الجامعه ولا من الجامعه ولا منين عطونا
الناس اللي عندهم بطاقه ملاعب اللي ما عندوش يعطيكم تعليمات. شكون انت؟ شكون الصفه ديالك؟ احنا ما عارفينش اصلا عنا كنهضروا لا المخاطب ديالنا اليوم هو هذا امر ديال رئيس المحكمه، هذا امر ديال رئيس المحكمه اللي كاين. مرحبا، هو سولني قال لي واش عندهم الحق يدخلوا. خصنا ندخلوا، راه خصنا ندخلوا. قلت لي وانت ما كاينش شكون واش عرفنا الجامعه ولا نعرفوا شكون؟ ما عندكش الحق. الصحافه لا يعطينا الصح شكون انت؟ صافي شكون انت؟ ديك راه في الشيء غادي يبقى شكون اللي عطاك هذا الاختصاص اللي حملك هذه المسؤوليه؟ جمعية الناشرين. جمعية الناشرين. شوف انا مشيت راه كنحترموكم، حنا جينا نأدي واحد الواجب مهني ديالنا. حنا دابا كنطرحوا الاسئله بغينا نعرفوا الاجوبه. دابا اللي عطيك التعليمات شكون هي؟ جمعية الناشرين هي عطيك التعليمات. جمعية الناشرين فرضت لكم. دير سوا نو نو عندك الدولة ما واش الامر ولا قرعه يكون السنه ببطاقه؟ حاشا لله حاشا لله خلينا عاوتاني دابا شكون المنظم ديال المباراة؟ الرجاء. عطينا 5 من نادي الرجاء الرياضي حيت هو المنظم. داروا بلاش لا الرجاء ما دارش دابا هو هضر يجيب لنا الناس اللي عندهم تما الراشا ونشوف عندك صحفيين ما عنديش لاش نبان جابت الظروف انت اللي قلت لازم حتى اللي جيتي عندنا ماشي علاش بغيتي تو عندنا واخا الملعب حنا جينا عندنا ديال يجي حنا شوف حنا في دوله المؤسسات كل واحد يعرف الحجم الحقيقي ديالو. هذه جمعيه ولات باغا تنص بنفسها سلطه حكوميه سلطه قضائيه، ما يمكنش من تكون هذه الجمعيه حتى تمنح لنفسها كل هذه الاختصاصات وكل هذه السلطات، ومن منح هذه الاختصاصات وهذه السلطات يجب ان يسأل ويجب ان يحاسب. شكرا. هذا كل ما لدينا. يلا على الدستور مصوت على البرلمان، يعني صافي غير جيتي انت شرعتي القانون درتي الدستور ديالك كتنفرد به انت بوحدك وقلتي ارى ندير اسيدي انا هذه البطاقه ديال الملاعب واللي ما احترم الشروط ديالي ما يدخلش. ديرهم المنخرطين ديالي من حقك، ولكن ما ديرهمش عليا انا انتمي للجمعيه المغربيه للصحفيين الرياضيين نفتخر بها، هذا كينتمي للاتحاديين يفتخر به، هذا كينتمي للرابطه يفتخر بها، كل واحد كيفتخر بالجمعيه ديالو. يعني انا ما فهمتش والله ما فهمت بالله، يعني ما عرفتش شنو هي يعني الجانب القانوني ديالك انت. حنا بغينا نعرفوا الجانب القانوني ديالك انت اللي عطاك انك تكون وصي على هذه الجمعيات وانك تمنع هذه الجمعيات. يعني هذوك الناس اللي تبعوك راه صراحه راه خص يتابعون في القانون باش تمنعني انا كمنخرط او منتدب ديال واحد المنبر الاعلامي غادي نقوم بالعمل ديالي داخل المجال الرياضي وتجي انت تمنعني وتوقفني. ما عندكش حق، لانني انا انتمي الى جمعيه رياضيه، وهذه الجمعيه معترف بها من طرف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، بل اكثر من ذلك انها تعاملت معها منذ مثلا الجمعيه المغربيه للصحفيين الرياضيين منذ 1971 اللي كنتمي لها انا. باش نجي انت يلاه عندك 3 ايام وتقول راه انا هو الوحيد
في الرياضه ولا احد، هذا راه كيتسمى الديكتاتوريه. راه ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي قانون اللي يعطيك تكون بوحدك انت، ما كاينش شي قانون وبالشروط اللي بغيتي انت. او كي داير هذا الشيء هذا اصاحبي؟ منين جبتوا نتوما هذا الشيء هذا؟ مزيان نتوما قلتوا بغينا نصلحوا الصحافه، مزيان سيروا اسيدي للمجال الاقتصادي، يلا ها انتم الا كنتوا رجال سيروا للمجال الاقتصادي، سيروا للصحافه الاقتصاديه، سيروا للصحافه السياسيه، يلا دخلوا للبرلمان وسيروا للصحافه السياسيه ودخلوا، سيروا للصحافه غير الثقافيه، يلا دخلوا ليهم تما. والله صافي المجال الرياضي بان لكم حيط قصير، قلنا ارا نطلعوا نبداو، يعني المغرب مقبل على مجموعه ديال التظاهرات من الان الى 2030، كاس العالم مجموعه ديالو، كاين هناك ما يقال يعني في هذا الجانب هذا، يعني انتم عارفين ارا نطحنوا الرياضه ونزيدوا بها، لا يمكن يا اخي. وثانيا حتى من ضمن يعني صراحه من ضمن الشروط اللي دايرين مثلا انه يكون مثلا يعني واحد يعني مراسل صحفي كنعرفوا المراسلين الصحفيين، يعني مراسل صحفي ديال المنبر الاعلامي تيكون مثلا بعيد على المكتب المديري مثلا ديال المنبر الاعلامي كاين في الرباط او الدار البيضاء، فما يمكنش له يعني يخرج يجيب اخبار من ورزازات ولا من العيون ولا من اكادير ولا من شي منطقه بصفه صحفي مهني تما. شنو كيدير؟ كينتدب مراسل يتعامل معاه وكيأدي ليه يعني بعض يعني المستحقات ديالو حسب المقالات او حسب هذا الى اخره، وكيتعامل معاه وفق الشروط اللي داير هذاك المنبر الاعلامي. اشنو طالب؟ مثلا عنده اجازه هذاك او عنده بكالوريا او اشنو باغي منه، وكيدير له واحد البطاقه ديالو ديال الجريده او ديال هذا اللي كيتعامل معاه بها. هذيك البطاقه كتسهل لهذاك المراسل يعني العمل ديالو الصحفي في ديك المدينه ديالو. نتوما لغيتوا هذا الشيء، نتوما قلتوا خص يكون كلشي صحفي مهني، ومنين غنجيبوا حنا هاد الصحفي المهني اللي غيتعاونوا مع هذه المنابر الاعلاميه؟ هل يعقل هذا؟ راه اي منبر اعلامي لا يمكنه العمل بدون مراسلين صحفيين، والمراسل الصحفي ليس بالضروره ان يكون صحفي مهني. خذها مني وتسير فيها بين ما بغيت. لكم امثله كثيره في منابر اعلاميه اللي هي كبيره، مثلا بين سبور، واش عندهم كاع المراسلين كلهم صحفيين مهنيين؟ لا، كيشتغلوا في قطاعات، ها هما عندنا حنا هنا نعطيك الاسماء ديالهم، ليسوا صحفيين مهنيين، فهما كيشتغلوا في قطاعات ولكن يؤدون مهمه ويتقاضون على اجر. هذوك ما عندهمش البطائق ديال الملعب، ما عندهمش جمعيه ديالهم الرياضي، ما يمكنش لهم يشتغلوا. وسير وقف شي مراسل ديال بي ان سبور ولا ديال كانال بليس وديال قول له لا راه خصك تكون صحفي مهني وعندك باش تجي تخدم معايا هنا. لا يمكن اصاحبي. يعني الان يعني هذا ناقوس الخطر يدق على الصحافه، لان خصوصا المجال الرياضي، لان هناك من يريد السطو على هذا المجال الرياضي، وكجمعيات رياضيه عندها تاريخ بنات هذا المجال الرياضي وعطاته اشعاع وهيكلته قادته، يعني لا بد من التصدي لهذا السطو. شكرا لكم، ونلقاكم ان شاء الله فيديو اخر. وسمحوا لي شويه الا كنت معصب، لان صراحه ما عجبناش الحال، لان اليوم هذا الشيء اللي وقع هذا ضرنا في خاطرنا. شكرا لكم، ونلتقي ان شاء الله في فيديو اخر.